كان الصالحون إذا دخل رمضان يقولون مرحبا بالمطهر، مرحبا بالمطهر لما فيه من طهارة للنفوس والقلوب والأرواح. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم قسم هذا الشهر إلى 3 أقسام، قال: أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. رحمة الله موجودة ونازلة، وليس في رحمة الله قصور كما قال العلماء، ولكن القصور في من حرم نفسه مستنزلاتها. مستنزلات الرحمة نحن لم نحرم أنفسنا منها، ففي موجبات. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك. في موجبات للرحمة، فمن هذه الموجبات إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. كثير من نلاقي ناس مدورين القرآن وهم يتحدثوا، أمرا في مجالس قرآن قبل الجمعة مثلا الناس عم تتحدث. ففي أسباب للرحمات ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه بأكثر من موضع. وإذا أنزل الله رحمته على عبده تغير حاله ورق قلبه ولان. بيتغير الإنسان المرحوم. وأخذنا نحن عادي إنه بنقول عن الميت مرحوم. الله يجعلنا من المرحومين دنيا وآخرة. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشكو قسوة قلبه. عم بقول له: يا رسول الله أنا قلبي قاسي، شو بعمل حتى يلين قلبي؟ فقال له: ارحم اليتيم وامسح على رأسه وأطعمه من طعامك يلن قلبك. أطعم اليتيم، امسح رأسه، ارحمه، يلن قلبك، ويكون النتيجة أنه الله عز وجل يعود بالرحمة عليك. طبعا شو بدك تعطي اليتيم؟ تعطيه مش عفوا نحن كعمل، نحن بنشتغل بالعمل الإنساني والخيري والاجتماعي. نرى أنه كثير من الناس بس بده يقدم شيء بيقدم أشياء هيك ما بده إيه بالبيت. هذا مش المقبول عند الله عز وجل. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه والعمل الطيب. ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. شيء بتحبه أنت عزيز على قلبك. عشان هيك الإمام الحسن البصري كان يتصدق بالحلوى، يحط بجيبته حلوى ويعطي حلوى للناس. يسألوا ليه؟ يقولوا: لأنه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وهذه الحلوى أنا بحبها. فشيء بتحبه أنت بتعطيه للناس، مش جاكيت مخزقة، بنطلون مخزق، بدك تعطيه روح أهله، ظبطه، أطبخ ويغسله كذا وقدمه. أما أنك تقدم أشياء ما بحاجة إلى، فطبعا هذا موضوع آخر يكبني لنا. فإذا ارحم الصغير ووقر الكبير. ليس منا من لا يرحم، لأنه من لا يرحم لا يرحم. وإن الله جعل الرحمة 100 جزء، أنزل منها فقط جزءا واحدا، وبهذا الجزء يتراحم الناس. حتى الدابة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، هذا من رحمة الله. لذلك النبي مرة شاف وحدة أظن بعد غزوة من الغزوات عم تفتش على ابنها، فما إن وجدته حتى ألصقته بصدرها. قال: أترون هذه واضعة أو طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: الله أرحم بنا من هذه بابنها بطفلها. فإذا حتى الحديث القدسي الله عز وجل يقول: إن رحمتي سبقت غضبي. رحمة الله إلى أماكن معينة. طاعة الله ورسوله، أطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. طيب في أشياء للرحمة. أنا بدي أترحم. إحنا اليوم نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.
ليش الله عز وجل أمرنا بذلك؟ لنتراحم فيما بيننا. شو عندك؟ خينا بربي بسينات، خينا بربي عصافير، كل هيدي في كل ذي كبد رطبة صدقة. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ارحم المخلوقات اللي الله عز وجل خلقها، والله عز وجل يأتيك بالرحمات من حيث لا تدري. أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أنت بس تكثر من الصلاة على رسول الله الله يصلي عليك. طيب كيف الصلاة من الله؟ شو معناتها؟ الصلاة من الله رحمة. فأنت بس تكثر من الصلاة على رسول الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، تكون النتيجة من صلى عليه مرة صلى الله به عليه 10، ومن صلى عليه 10 صلى الله به عليه 100. طيب القرآن رحمة أيضا، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للعالمين. النبي رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهو قدوتك، أنت بتتخذه أسوة. والإنسان اللي وضع هدف، يعني اليوم نحن عفوا برحمات لا تعد ولا تحصى، ونعم لا تعد ولا تحصى. هالكرم الإليه ليش؟ لأنه الله عز وجل أكرم الأكرمين. أنا بدي أفتش على الأسباب اللي بتخليني مرحوم بالعشر الأوائل. إذا كنت مرحوم إن شاء الله يغفر الذنب بالعشر الثاني، بالعشر الآخرة تعتق الرقاب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حرصه علينا وحبه لنا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. شو بقولنا؟ بقولنا ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحببتم؟ أفشوا السلام بينكم. لا، اليوم بقول لك كتر السلام يقل المعرفة بالمثل. إذا المثل بخالف الشرع ما بياخد فيه، إذا المثل بوافق الشرع بياخد فيه. كانوا الصحابة إذا حالت بينهما شجرة، يعني سلموا على بعض، رجعت حالت بينهم شجرة، رجعوا التقوا سلموا على بعض. ليه؟ لتعم الرحمة. أنت عم تقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فبقول لك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعدين لما يسلموا على بعضهم تتساقط الذنوب. فهذه الرحمة حتى بس يعطس اليوم في سنن كثير نحن تاركينها، هي سبب الرحمات. إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمته، قال لك بس عطس وقال الحمد لله، قول له يرحمكم الله. شو بقول لك؟ بقول لك وإياكم أو يهديكم ويصلح بالكم. فإذا الرحمة موضوع واسع جدا، بس نرجع نقول مثل ما قلنا زمان أحد الصالحين إلى المشكلة بالعنزة. العنزة مريضة، نحن العنزة يعني العشب أخضر رحمة الله نازلة، والعشب أخضر، العنزة ما عم بتقوم تتحرك لتاكل هالعشب الأخضر. فالمشكلة بالعنزة مريضة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. شو؟ أولئك يرحمهم الله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب الرحمات. إن رحمة الله قريب من المحسنين. قريب من المحسنين. مين هن المحسنين؟ إلى معنيين، إما المحسن الذي يتصدق، وإما المحسن اللي وصل إلى مرتبة الإحسان، اللي هي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك. أيضا صلة الرحم، تقول اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. صلة الرحم، لأن الرحم منشقة من الرحمة. وأيضا إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها. كيف بتنور القبور؟ كيف يرحم من في القبور؟ ينور حالهم أو تنور قبورهم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما تصلي على النبي أنت وتخصص من الصلاة ذكر هؤلاء من سبقنا إلى الله، إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينور حالهم بصلاتي عليهم.
يعني أيضا النبي كان يصلي عليهم صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من التراحم وربك الغفور ذو الرحمة. الله عز وجل من أسمائه الرحمن الرحيم. لو يؤاخذ الناس بظلمهم أو بما كسبوا لعجل لهم العذاب، ولكن الله عز وجل أرحم الراحمين. ابن عباس شبه رضي الله عنهما إذا فرغ الله من القضاء يوم القيامة، خلص حساب الناس، شو بيعمل؟ يخرج كتاب من تحت العرش فيه ورحمتي سبقت غضبي، فيخرج من النار خلقا لم يفعلوا خيرا قط. هلا طبعا هيدي الأحاديث الرحمة إذا بتقول الإنسان مريض شوي بنفسه وبقلبه شو بيعمل؟ بقول لك خلاص مع رحمة الله واسعة، وهذا غلط. لأنه المبشرين بالجنة النبي صلى الله عليه وسلم خير خلق الله، عرف حاله في داخل الجنة، ازداد العمل عنده، ازداد الإيمان، ازدادت الهمة. فالإنسان اللي بتجيها الرحمات والبشائر والفضائل والخيرات شو بيعمل؟ بيزداد همة، مش بيزداد كسل. بقول لك الله لا، إلى الرحمة مواضعها وإلى الشد مواضعها. فالله عز وجل من رحمته إنه يخرج من النار بعض الناس برحمته وبفضله مش بأعمالهم. ولولا رحمة الله لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، لولا أن الله عز وجل رحمنا لاتبعنا الشيطان. وسأل أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من يحاسب الناس يوم القيامة؟ مين يحاسبهم؟ قال الله. فضحك هذا الصحابي رضي الله عنه وتبسم. فسألوا ليش عم تضحك؟ قال إن الكريم إذا حاسب سامح. خلص طالما هو اللي حيحاسبنا أنا مطمئن. فلذلك نحن لما نتأمل الخير الكثير والعميم، إن لم نعبده عفوا خوفا من ناره أو طمعا في جنته، نعبده حبا به وخجلا وحياء بما أكرمنا به، لأننا من أمة حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا مجالس العلم أيضا يرحم كل من بها. النبي بيقول هم القوم لا يشقى جليسهم. خلص قولوا له يا رسول الله الملائكة تقول لله عز وجل إن فيهم فلان جاء لحاجة، أجا والله كان عنده كتب كتاب عند الشيخ قال له تعال هيني على صلاة العشاء، أنا قاعد بهالدرس، أنا قاعد بهالتراويح مثلا بهالمسجد. فهو مش هدفه موضوع دنيوي، عنده مشكلة، عنده طلب معين. فتقول الملائكة إن فيهم فلان جاء لحاجة. فالله عز وجل يقول هم القوم لا يشقى جليسهم. خلص كل سواء غفرت لهم. كيف وجدتم عبادي يذكرون الله وكذا. فالرحمة واسعة جدا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المرحومين، وأن ندعو بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلاه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هل الرحمة اليوم أيها الأحبة موجودة في مجتمعاتنا؟ خلينا نتحدث بصراحة وبربط ما يحصل مع إخواننا إن كان بالجنوب أو في صيدا أو بالبقاع أو بأي مكان تضرر من جراء العدوان. أنا بجنب حالي أحكي سياسي، بس أمرات توصل الأمور لحدها. وطبعا هذا مربوط بالرحمة، مربوط بالدين. إذا نظرنا بحال اليوم المجتمعات والتكافل بين المجتمعات، نجد أن الرحمة للأسف إلا ما رحم الله الخير فيها وفي أمتي إلى يوم القيامة
يعني بيبقى فيه القليل والله يجعلنا من القليل. بتلاقي اليوم مثلا ما يحصل عند بعض الإخوة اللي بده يعمر بيته على حسابه. يعني أنا ما ناطر دولة تعمر لي، ولا ناطر بلد تعمر لي، ولا أي حدا يتصدق علي ليعمر لي بيتي. أنا بدي أعمر. بتقوم بتجي الدولة بتعمل له ضبط. ليش؟ استجابة لمن؟ لو كان في رحمة طبعا هيدا العسكري ما دخل، العسكري مأمور. مين الراس الكبير ما بعرف. مهم كلهم مأمورين بأوامر الأعداء صراحة. في مخطط، ما بدهم أهل الجنوب يرجعوا على الجنوب، ما بدهم هالقرى تتعمر، ما بدهم يرجع واحد إلى قريته، إلى منطقته، إلى بيته كذا. فهيدي رحمة. وين الرحمة؟ فللأسف قست القلوب ونزعت الرحمة من هذه القلوب. سبب، شو سبب الموضوع؟ قال أصحاب المناصب والكراسي غرتهم الدنيا. الكرسي غرارة، وصل على الكرسي خلص بطل في رحمة. الناس بالشارع، الناس بالعراء، الناس اللي قاعدين بالخيام، الناس ما عندها بيوت، راحت أرزاقها، راحت الأنعام اللي عندها، الخواريف وكذا، والزرع والمزروعات. حكتني أخت من كفر شوبة قالت لي 200 كعب زيتون مش دمروا العدو شهرين يقولوا اسمه حتى يسكرونا الصفحة. مش دمروا داس عليها بالدبابات، لا، أبعون من شروش ومن جذور عمر مئات السنين وأخذون زرعون. هذا العدو الذي لا يرحم. القضية مش قضية سني وشيعي وقضية سياسة هيدا معه وهيدا ضد، قضية حق وباطل وانتهى الموضوع. قضية ناس مع الحق وفلسطين وناس ضد الحق وفلسطين، ناس مع الله وناس ضد الله، ناس بدها الدنيا وبدها العيش بالمناصب والكراسي ووين في مصلحة لنا بنعملها، وناس ما فارقة معها عم تقدم الدم والشهداء وعم تقدم كل ما تملك في سبيله. وفي ناس مسئلة، في ناس طرف ثالث عايش بوسطة بقول لك أنا ما دخلني بالاثنين وبالطرفين. هذا طبعا الأشد مرارة أنه بتلاقي بعض الناس لا بقول لك وليك أرحم، خلينا بقى نخلص بدنا سلام. إذا النبي اختصك وفضلك وقال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قال أين هم؟ قيل أين هم يا رسول الله؟ قال في بيت المقدس. وإحنا في بيت المقدس. الله كتبك أنك تكون بهالمنطقة، الله اختصك وفضلك أنه تكون بهالمحيط هيدا. والفتن اللي عم تحصل بسوريا أيضا كلها مؤامرات. ليش؟ لأنه بده يحصلوا المخطط من البحر إلى النهر، من النيل إلى الفرات، بتعامل أعراب، بتعامل من يلبسون ثوب الإسلام، بتعامل ناس عم يدعوا السنة، بتعامل كله ما في مشكلة، ما بيفرقوا أصلا. يعني بيهمهم مين بينفذ لهم مخططاتهم. هذول عم يطبخ ويحضر ويعمل ونحن للأسف نايمين. فنسأل الله تعالى أن ينصرنا بنصر من عنده، لأن اليوم أنا برأيي النصر هو نصر يحيوي. شو يحيوي؟ النصر سيدنا يحيى عليه السلام. الله عز وجل انتقم لسيدنا يحيى بقدرته، هو الذي تصرف، مثل ما حصل بغزوة الأحزاب والخندق. اجتمعوا على رسول الله للقضاء على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ما دعا النبي، ما في نطاق بهؤلاء وعددهم. قال له النبي اجلسوا في بيوتكم، قعدوا، ما حدا يترك خيمته اليوم. فأرسل الله ريحا صرصرا فقلعت خيامهم وأطفأت نيرانهم وجنود لم تروها، ونصر الله محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه. فنحن بدنا نعود إلى الله حتى الله عز وجل يغير حالنا إلى أحسن.